منصور. اهلا بيك ورمضان كريم، وطلقه جديده طلعت في الافطار النهارده مع خبر انتقال زيزو لنادي الاهلي وتوقيعه عقد 4 سنين. ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين، شعب مصر العظيم. كل سنة وانتم طيبين، كل المسلمين في العالم العربي والإسلامي. هو أنا معلوماتي إنه لسه ما وقعش، لكن لو وقع أنا عايز أعرف بس إيه صفة ممدوح عباس إنه يشتم أبو زيزو؟ مين ممدوح عباس اللي اشترى النادي وشاري البلد؟ الكلام ده ينزل، مش هينزل هقول لا. احنا انفردنا بالتفاصيل التوقيع يا منصور. نعم، احنا فرضنا بتفاصيل. بقول لك يعني لغايه دلوقتي انا ما اعرفش اذا كان وقع ولا لا، بس بقول لو حتى كان وقع ده واحد مشتوم. ابو زيزو ده راجل معلم وصعيدي من المنيا. انت بتشتمه ليه؟ انت مين اصلا؟ انت مين؟ يعني بس يا جماعه انا بسال كل المسؤولين في البلد، مين ممدوح عباس في مصر؟ عمل فطار في مستشفى اسمها الناس، كل الوزراء راحوا. مستشفى الناس دي مش بتاعته، دي بتاعت راجل اسمه عصفور اللي هو بتاع النجف، خدها منه. الوزراء رايحين له ليه؟ وبعدين مع احترامي طبعا نفسي كل المستشفيات يبقى فيها تبرعات، بس ده راجل عنده 16 مليار. يا تامر يا حسني فوق بقى. انت والهانم يسرى والست هند صبري والبنت اللي عامله زي الاراجوز دي اللي بتقعد تعمل كده، واضح انها تخلف، واخد بالك؟ حتى نجيب ساويرس المليونير اللي يعمل دعايه هو عنده مليون. طب ما تدفعوا يا جماعه انتوا. فده مين بقى؟ نفسي اعرف. اشترى نادي منهار. بتقول لي كاس مصر البنات خدوها النهارده؟ ما هو دول البنات اللي جابهم احمد وشتمنا. ف اللي بيعمله ممدوح عباس في مصر فاق كل الحدود، ومحتاج تدخل السيد رئيس الجمهوريه زي ما تدخل سيادته في موضوع الدراما الفاسده الزباله اللي كلها شرشره كلها بلطجه، وكان موقف محترم منه. حضرتك عايزين نعرف مين ده؟ ده الاهلي خد السنه دي من الزمالك 35 بطوله، وحتى النهارده بتاع كاس مصر دي يبقى الزمالك خد 35-5. فلما يجي النهارده حد يشتمني انا علنا واحمد موجود، هيفرتكوا وامير يفرتكوا، والله يفرتكوه. انت بتشتمه ليه؟ ده شتمه بس مش بقى. ده شتمه كمان في اجتماع. راجل محترم مدرس محترم. انت يا صعلوك، هو صعلوك والله العظيم كنت ببص له البصه بيجري من النادي. انما دلوقتي بفلوسه ونفوذه مجلس الوزراء كله كان عنده. وبعدين هل هو احترمهم وراح؟ لا، ساب لهم ابنه اللي في اخر الاعلام بيعمل كده. ايه ده؟ اول مره اشوف صاحب مستشفى بيعمل، يعني مجدي يعقوب بيرقص كده ويروح عامل كده. كنت متوقع مع منصور ان زيزو يوقع على الاهلي؟ القصه مش زيزو يوقع على الاهلي، القصه انك انت لاعب عندك محترم ملتزم. ما هو كان انا اللي جايبه، امير جايبه 700,000 حتى، تمام، ما عمليش ولا مشكله. في الوقت اللي شيكابالا كان بياخد اللعيبه يمنعهم من التمرين، تاني بيمنعهم من التمرين. في الوقت اللي اتفق مع ممدوح عباس زي مشي مرتضى منصور، راح عامل بيان قال لك احنا لينا ملوش حاجه اصلا، ده خارب بيتنا. ده كل 2-3 غرامات لشيكابالا، ده اكتر من 100 مليون. عمل بيان لا يا جماعه الحجز اترفع ورئيس النادي ده بيكذب، والحجز ما اترفعش الا ما خلص من مرتضى. احكام حبس وعزل، وانا مش عايز اتكلم، يعني انا مش عايز اتكلم الاحكام دي لاني بحترم القضاء، وعمري ما اتكلمت عن قاضي ولا عن قضاء. كل الناس دلوقتي بتقول على يوم من ايام المستشار مرتضى منصور في نادي الزمالك. يا باشا كل اللي كانوا جماهير يعني، يا باشا كل الصفحات حتى اللي كانت ضدي، ومع ذلك متحمل علشان في جماهير كتير محترمه جدا فاهمه وواعيه وروحها في مناخيرها.
بس خايفين يتكلموا يتحبسوا. هو اللي بيتكلم دلوقتي ممدوح عباس بيحبسه. وجماهير الزمالك عايز تعرف يعني ايه الخطوه اللي بيحصل ده ايه وتوقعاتك في اللي جاي. في القصه دي، وهل اداره الاهلي في ناس بتحملها عبء من اللي بيحصل ده؟ ان هي مثلا مش ده سوء احترافي؟ لا الاهلي ماله؟ طب انا خدت عبد الله السعيد من الاهلي ماله؟ صحيح. الاهلي ماله؟ الاهلي ماشي في طريقه. ما هو برضه انت عمال تتفرج على مهازل. هو مين رئيس النادي الزمالك؟ مين؟ لما تحب تكلم حد في الزمالك تكلم مين؟ تكلم لبيب؟ ده مات. هو فين لبيب؟ هو فين لبيب اللي قبل الانتخابات ب3 اشهر واحنا موجودين؟ قال لك احنا مجهزين ملفات عشان هنيجي، وجه لبيب جه، والقايمه اللي حضرتك عملتها عشان كده الزمالك وقع. انما الزمالك لما في جمعيه عموميه بتنتخب، شوف بقول لك انا واخد 60 بطوله، تمام؟ دول 4. يعني قصدك ولما بتتعادل مع الاهلي دلوقتي بترقص. انا كسبان الاهلي رايح جاي في حاجات كتيره، مواجهه مباشره في بطولات وفي كل الالعاب. فلما تيجي النهارده تكلم مين؟ لبيب مين لبيب؟ بيقول لك ده كشري. طيب تكلم مين؟ تكلم هشام نصر ده اللي منع ولادنا انهم يلعبوا في الزمالك وهم صغيرين ووداهم الكفر التورمس هو. طيب هو مستخبي فين؟ تكلم مين؟ تكلم حازم امام مشي. تكلم مدحت العدل وجمال عدل كانوا في لجنه ومشيوا. ما كل شويه تيجي لجنه فوق لجنه. وفي الاخر سابوها لميدو. ليه؟ عشان لما تخرب مالناش دعوه. ده ميدو. لا انت مسؤول. هو ميدو ماله؟ هو في حاجه اسمها واحد في لجنه تخطيط هو اللي يتكلم؟ هو اللي يبرز؟ ده لجنه تخطيط. يعني تخطيط يعني ايه؟ يعني تقول رايك في الحجر المغلقه، بس هم سابوه عشان يحرقوه وكله نط من المركب. فهو السؤال مش موضوع زيزو بس، لا، ابن شرقي ما كان في ايديهم. ابن شرقي انا كنت هجيبه اخر مره، ممدوح عباس بتاعهم ده حجز على كل فلوس النادي في البنك. ها؟ وبعدين بيقول لك ايه؟ ايام مرتضى مشي كهربا ومشي دول ما مشيوش مباشر للاهلي. وكل واحد فيهم يعني انا الواد اللي اسمه زعرور ده اللي اسمه اسمه ايه زعرور ده اللي هو متجوز بنت الحلاق ده عمنا محمد. احنا بعناه ب 90 مليون، انا جايبه ب 12. كسبت ولا ما كسبتش؟ كسبت. راح من عندي الاهلي مباشره. لا انا خليته عيط قدام مصر كلها. انا من زغرك ايه زغرك دي اللي طلع لك دي؟ ايه زغرك دي؟ قال ايه يا عنشر؟ من زغره. هو من زغره زملكاوي، ولما راح الاهلي قال لك انا من زغري اهلاوي، ولما كان في المحل قال لك انا من زغري محلاوي، ولما كان في السنبلاوين انا من زغري سنبلاواني. دلوقتي نفسي اعرف ترجمه كلمه يعني مش كلمه قله ادب يعني، مش قله ادب يعني. هو يقصد من صغري. هو بيقول زغري، انت ما تترجموش، هو بيقول من زغري. تمام؟ وبعدين كهربا انا جايبه ببلاش، جايبه 7 مليون. عملت له عاره للسعوديه 2 سنين، خدت 130 مليون. والمحكمه حكمت لي لما هرب ب 200 مليون. ما اخدوش الفلوس له دلوقتي. والله ما اخدوا الفلوس له دلوقتي. يعني قصد حضرتك ان ثانيه واحده، ال 200 مليون دول خدوهم 70، خدوا 30 والباقي بالتقسيط والباقي ما اتدفعش. في حد بيحاسب؟ لا اوعى. ممدوح بيه موجود حامد. ده انا واحده صبغه شعرها احمر ولا دخلت بمحزه كنت كل شكل من دخلها منحها ليه؟ في ايه؟ دلوقتي كله اعمى؟ كله خرس؟ كله ترش؟ وفي يا جماعه مين ده؟ حد بيحاسب حاسبه 17 شركه ضرايبه فين؟ بتكلم بجد. حد بيقول له انت دفعت ولا ما دفعتش؟ وفي ايه؟ هو اشترى مين؟ تقول لي هو زيزو مشي؟ واحد ابوه اتشتم. ده لو الزمالك الواد زملكاوي جامد على فكره. لو هو ايه؟ مش هيقعد. وبعدين انت بقالك سنه مش عارف تجدد معاه. انت مش قلت يا لبيب لما قالوا لك زيزو؟ لا قبل ما زيزو، لا زيزو في جبنه يبقى ده طلع في حته ثانيه. الله يخرب بيك. كده مشكله نادي مش مشكله لاعب. لو النادي التزم اللاعب هيكمل يا باشا. ابوه اتشتم اخر قعده مع مين؟ ممدوح عباس بنزول الملعب. مين ده؟ يا بلد فهمونا. ممدوح عباس كاسر عين مين؟
بقول تاني وعلى مسؤوليتي يقولوا الكلام ده. كاس العين مين في البلد؟ كلهم خايفين منه. يعني هي الدوله مش شايفه ممدوح عباس هو اللي بيصرح، هو اللي بعدين دفع كام؟ كان في 100 مليون اللي كان حاجه عليهم في البنك بتوعنا بقى، خلاص؟ هو ده اللي دول اللي دفعهم وخد بيهم ايه بقى؟ شيكات جديده. ده احنا في خراب. يعني اي حد هيجي مش على مزاج ممدوح عباس هنعيد القصه من اول وجديد. حجز ارصده لا، بيقف حل نادي. فهو السؤال قبل ما تلوم زيزو شوف مين الولد اللي شتمه. بصرف النظر زيزو ده نجم كبير لاعب، لكن في النهايه ده بني ادم. تشتم ابوه وتطرده من المكتب ليه؟ انت مين؟ انت ايه اللي مدخلك نادي اصلا؟ انت مشطوب. واسمه لبيب ده ملوش عضويه في النادي اصلا، والله ما ليه عضويه. وانا في المؤتمر قدامكم قلت له انا بتحداك عشان تتحول الرياضيه العضويه عامله لازم مجلس اداره يوافق. انت بتقول ان في قرار مجلس الاداره، طب ما تطلعه عندك. وراح المحكمه ايصال انك انت مسدد 6 اكتوبر متبرع مش عارف ب 100 جنيه لنادي 6 اكتوبر، وانا وريت للمحكمه 6 اكتوبر انا اللي موقع العقد ودافع فلوسه كلها، تمام؟ 6 اكتوبر كانت 2003. هو بيقول لي انا في سنه 2000 طب هو جاب ايصال مضروب. يا جماعه عيب. فانت قبل ما تتكلم عن زيزو لا. وبعدين شوف الصفقات متشال ومتلاك وكل الاشكال دي 11 لاعب جه وياسر كل دول ما لمسوش كوره، دول ملايين ولا حد قال لهم انتوا فين؟ ليه؟ ممدوح بيه اللي بيعزم مجلس الوزراء كله. ما هو اذا كان الزمالكاويه عايزين يعرفوا انا مشيت ازاي وممدوح عباس استولى على النادي ازاي، شوفوا الحفله اللي عملها في المستشفى مجلس الوزراء كله عنده مع احترامي ليهم كلهم. هو انت حضرتك عايزين تقول عشان ده مرضى ايه؟ ده ما تبرعش بجنيه. ده جايب سعاد يونس وجايب تامر حسني وجايب نجيب سوي كل دول. طب ما تتبرعوا انتوا بدل ما تطلبوا تبرع من الناس. فهو ده ممدوح عباس وده حل الزمالك. استشار مرتضى منصور لو كان لسه موجود في النادي كان زيزو جدد يا بيه ما انا مجدد زيزو قبل كده. انا بتكلم لا يا باشا لما رجعت انا اخر 21 22 لقيت حسين لبيب عمل له عقد شرط جزاء عبيط كده، الولد جه جدد هو والده. لا هو لاعب محترم وعمره ما عمل مشكله. واخد بالك يا شيكابالا؟ اللي عمل تمرد ها ويكلمني ميدو الصبح وعبد الواحد السيد موجودين وهم هناك. الحق اللعيبه مش عايزين التمرين الصبح. قلت لهم كلمتين نزل على عبير كلهم عندهم جروبات كده، اللي مش هيجي تمرين الساعه 4 هشطوبه كلهم جيهم. تاني يوم كنت عامل اجتماع مع اللعيبه كله جه ما عدا شيكابالا اللي خد رئيس النادي رقصه بالطبله ياخد 30 مليون، بيدوا له 30 مليون حرام. الواد حسام النهارده بيسالوا الواد التافه ده اللي اسمه رامز بتاخد كام؟ قال له 1.5 مليون ودي حقيقه. حسام قد القديم المدافع بتاعنا ده قد شيكا بتاعنا 100 مليون مره. ده بياخد 30 مليون وشوف ده بياخد كام؟ 1.5 مليون. يعني انت لو موجود دلوقتي ما كانش لاعب من الزمالك مشي ولا الهوا. واللي يمشي بيطلعه مسرح. مصطفى فتحي يطلع عقده خلص تمام يا ابني اقعد في الزمالك هديك اللي انت عايزه هدولك. لا ثانيه يا بابي ماشي اتكل على الله. وبعدين مره جاب جون فلقيته بيعمل كده. ده انت اللي ماشي توفيق. لا يعني انت اللي عايز اقول لربنا يعني انا خدت حق. ده انت اللي هربان انت كمان. بس انا طبعا خدت فيه مبلغ حوالي 50 مليون وكان ماشي خلاص. طب الناس بتسال نادي الزمالك عن مشوار رايح لفين دلوقتي؟ لا هو راح. خلف يا عم. هو راح. جماهير عايزه يا باشا راح. وفوق يا جماهير. يا باشا ده كل يومين في الجماعه في اعضاء النادي المحترمين بينضربوا ويتعجنوا بيتعوروا جوه النادي. تمام يا اخي جهاز سيادي محترم مشى الواد ده اللي اسمه حسن موسى ده مشاه. حسين لبيب رجعه غصب عن الجهاز. يا باشا ممدوح بيه ممدوح باشا اللي كل مجلس الكلام ده على مسؤوليتي ينزل. مش هتنزله انا مسجله هنا. الزمالك دلوقتي بحاجه للمستشار مرتضى منصور. لا انا كان في حديث في موقع كويتي قلت له بالرغم ان انا عندي موقع رئيس الزمالك احسن عندي من رئيس الجمهوريه ده احساسي انما مش هرجع تاني. لما سالوه حتى ده ارجع انا بقى جماهير حبس وعزل وحبس وعزل ها مش عايز اتكلم. خلي هيبه المؤسسات ليها هيبتها. طب نختم بيها مع مشوار في موضوع زيزو.
يعني نختم بايه؟ تقول ايه حضرتك في الختم؟ اي مؤسسه بتنهار ما تسالش عن النتائج. اي مؤسسه ملهاش صاحب، وجايب لهم واحد ممدوح عباس ده يا جماعه صاحب العشريه السوداء، ده كتب تقرير من وزاره الشباب والرياضه لازم يمشي، ما يكسبش ولا 10 سنين بطوله كاس مصر بس. والمحكمه لما جابت هو جه 7 سنين بالتعيين بالفلوس، تاني بالفلوس، واخد بالك يا حسن. ولما جاب الانتخاب محكمه محمود بن ابراهيم المحترم رئيس محكمه القضاء الاداري طرده وقال له انتخابات مزوره بره، واخد بالك. فده واحد صاحب عشيره سوداء، لكن عنده لجان، عنده وضع عبيد كل يوم كده، شغال في مؤسسه صحفيه كل يوم يعمل فيديو الصبح وفيديو بالليل، وممدوح بيه خلاص قبض، هتعمل له ايه؟ دي اللجان اللي شغاله. لكن الجماهير المحترمه كلها عارفه ان ده خرب النادي 10 سنين، ومن اول سنه جه تاني ودخلت برجله دي النحس دي النادي وقع. فين البطولات؟ فين؟ مفيش. 4 الاهلي ياخد 35 بطوله والزمالك 4 أو 5. ف لكم الله يا جماهير الزمالك، تاني لكم الله يا جماهير الزمالك. والبعض اللي قال لك عايزين نادينا نشوف النور، خلي مرتضى منصور يغور. مين اللي غار؟ النادي كله هو اللي غار.